سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخير عليكم جميعا، كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما بوجودهم. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا جدا عن تربية الفراخ، وهنعمل بقى عشبة كده قوية جدا بتخلي الفراخ البلدي بتاعتك او الفراخ اللي هي بتبيض عندك تمطر بيض عندك، وفي نفس الوقت هنعمل برضو خلطة موفرة كده للعلف. ممكن تكلفنا يعني حوالي عن 10 جنيه كده، دي لزيادة انتاج البيض، بتخلي الفراخ بتاعتك تكر معاكي بيض وتجمعي منها بيض كل يوم. كمان هنعمل بقى ايه عشبة كده على المية، علشان لو عندك الفراخ عندها نسبة دهون، فدي بتسيح الدهون كده وتخلي الفراخ ما تفوتش يوم من غير ما تبيض معاكي. طبعا يا ريت كده لو انت لسه اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها، ويا ريت كمان لو عجبك كده الفيديو ما تبخليش عليا من اللايك. عايزين نوصل الفيديو ده للايكات كتير جدا جدا، علشان كل الناس اللي هي بتحب تشوف فيديوهات جمع البيض تتابع معانا. طبعا المكونات بتاعتي اللي هي في ناس كتير هتقول ان الخضار غالي اليومين دولي. هي الاربع ربطات خضار يعتبر ب5 جنيه، بس ايه مش عارفين المثل اللي هو بيقول اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. هو كده انت هتكلفي هتاخدي انتاج عالي جدا جدا من البيض. فانا هنا عملت ايه، هقطع كده ربطتين بقدونس، وقبلها طبعا قطعت ربطة كرات. دي حلوة جدا جدا موفرة، وفي نفس الوقت ايه هتخلي الفراخ دايما تبيض معاكي وما تكونش دهون. يعني انت لو جبتي خضار ب5 جنيه وقسمتيه كده على 3 ايام في الاسبوع هتكون برضو مهمة جدا. طبعا دي طماطم طرية خالص خالص، مش هتفرق لو خدنا حباية واحدة. برضو الطماطم ما احنا عارفين انها غالية، لكن ايه طب ما انت لو هتحسبيها هتلاقي ان البيضة الواحدة دلوقتي بقت عندنا ب5 جنيه، عندكم انتوا بكام معرفش. فاحنا هنعمل الخلطة دي هناخد يعني هتكلف على حاجتك هتاخدي منها. طبعا العشبة اللي انا بعتمدها كده في تربية الفراخ او البط عندي، وهو البنجر ده شيء اساسي. البنجر ده ممكن اعمل منه 3 مرات في الاسبوع، بخزنه كمان عندي. هو متواجد اليومين دول وكتير جدا جدا. هتروحي هتبشريه كده بالمبشرة وتقلبيه مع الخلطة بتاعتك. ايه هي بقى المكونات اللي مع الخضار دي؟ ده كسر الرز اللي انت بتشتريه اللي هو بتاع المصلحش الاكل بتاع الفراخ، يكون متكسر كده خالص، مع شوية بقى كبشة علف صغيرين اللي هو 21%، علشان يحمى عنقود البيض برضو، مع شوية كبشة دشيشة صغيرين خالص خالص، أقل من المكونات دي كلها علشان ما تعملش دهون. وطبعا الأساسي اللي هو العيش المدشوش. طبعا بقوم ملخفنة كل الحاجات دي كلها مع بعضها كده علشان الفراخ كلها تطول من الخلطة بتاعتي. دي يعتبر خلطة حلوة جدا لإنتاج البيض، وفي نفس الوقت ايه بنغير من أكل الفراخ. يعني الأكل اللي هما بياكلوه مش هو كل يوم هنأكلهم. وشايفين بقى البنجر عامل ازاي. البنجر ده بيخلي الفراخ تبيض معاكي يوميا، ممكن تجمعي كده طبق من البيض. طبعا انت هتكلفي على اكل الفراخ، ممكن تبيعي من البيض وتاكلي الفراخ، وبرده هيغنيك انك انت تروحي تشتري البيض بتاع الفراخ من بره. انا هنا طبعا قسمت ايه الاكل بتاعهم على طبقين كده علشان كله يطول من الخلطة. وطبعا هما مش مستغربينها، اي حاجة عندك بتقدري انك انت خضار بنجر اي حاجة تقدري انك انت تقطعها للفراخ وهي وبتاكل الحاجة اللي انت بتعمليها. يعني الاكل ده ممكن نص ساعة كده وما بلاقيش قدامهم اي حاجة خالص، وبعملها ايه لان الفراخ طبعا هي لسه في اول اليوم، فما كانش قدامهم اكل خالص، فهم بياكلوا وبيستفادوا ايه من الحاجة اللي انا بعملها. طبعا هنعمل كمان حاجة على المية هنشوفها مع بعض.
والحاجة دي علشان الفراخ ما تكونش دهون. تقدر انك انت تعملها مرة في الاسبوع، بالكتير خالص مرتين على حسب ما انت عايزة. هي حاجات بسيطة جدا بس بتكون لها اهمية. وطبعا الاهتمام، لما بتهتمي كده بالحاجة بتاعتك وتتابعيها. يعني انت لما بتيجي تأكلي الفراخ، خدي بالك كده من العرف بتاع الفراخ كده، عشان لو الفراخ في فرخة شكلها متغير ولا حاجة، تبتدي انك انت تشوفي ايه المشكلة وتعالجها على طول. ما تأكليش طيورك وتسيبوهم على طول. طبعا انا هنا بحط لهم كده على المية ده بمقدار حوالي عن معلقتين كبار من الخل، والمكون اللي هو بيسيح الدهون ده القرفة اللي هي الناعمة، معلقة واحدة من القرفة هتحطيها مع معلقتين من الخل. وطبعا هكب عليها كده المية وهسيبها قدام الفراخ. فما شاء الله بتلاقي الفراخ بتاعتك بتشرب. طبعا دي نعملها على عطش مرة مرتين في الأسبوع على حسب ما انت عايز. الاختلاف في الحاجة اللي انت بتعملها للطيور بتاعتك بتفرق جدا، سواء بالخلطات اللي على المية أو على الأكل. طبعا الفراخ بتشرب مفيش أي مشاكل، وفي نفس الوقت احنا مش عايزين يكون عندهم دهون علشان ناخد منهم إنتاج يوميا من البيض. ابتديت كده ان انا حطيت القرفة والخل على المية عشان يشربوا منه، والخلطة اللي هم شايفين ما شاء الله اكلوا كده. شايفين بقى الفراخ ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بتبيض في الزير ده. انا كنت برقد برضو في البط لو شفت الفيديوهات اللي فاتت. فدلوقتي الفراخ هي اللي بتبيض فيه، والفرختين ما شاء الله بيبيضوا مع بعضهم. الخلطات دي والوصفات دي هي اللي بتحمي عنقود البيض عندك. فبتلاقي الفراخ بتاعتك تلاقيها يوميا كده بتديك انتاج عالي جدا جدا من البيض. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وهنجمع برضو البيض مع بعض كده وهتشوفوه معايا ان شاء الله. طبعا ما شاء الله ده المكان التاني برضو اللي بقية الفراخ بيبيضوا فيه. شايفين ما شاء الله البيض نضيف خالص خالص. و يعني يعتبر لحد ما النتيجة يعتبر 100% بالأعشاب اللي أنا بعملها ليهم والخلطات. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. صلوا كده معانا على النبي وحطوا لنا لايك للفيديو. لو انت مش حطيت اللايك ما تنسيش كده تحط اللايك، علشان اللايك ده بيرفع من الفيديو، فبحس ان مجهودي مش بيروح على الفاضي. وحطوا بقى لايكات كتير جدا جدا للبيض ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لما بتيجي انك انت تشوف البيض ده كده تحس ان انت تعبك فعلا ما بيروحش على الفاضي. والتكلفة اللي انت بتأكلها للفراخ برضو بتاخدي منها انتاج. ممكن تبيعي منه البيض ده وتاكلي كمان منه. ده بقى الزر اللي هو اللي انا كنت مرقده فيه بقى قبل كده. فما شاء الله شايفين الديك بقى عامل ازاي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يا ريت كده يا حبايبي لو انتوا لسه موجودين معايا لحد الان من الفيديو ولسه مش عملتوا لايك للفيديو، بسرعه كده تحطوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك علشان اشجع معاكم. شايفين بقى جمعت بيض قد ايه. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.